لان انا بجد تعبت جدا جدا من عيالي، من بنتي ومن ابني. فاسمعي الفيديو كويس بالله عليكي، بالله عليكي، وركزي كده، وكمان من ابوهم لان ابوهم ما عندوش شخصيه خالص. بصوا يا جدعان، هقول لكم على كل اللي حصل. انت نفسك وانت بتتفرجي على الفيديو هتتصدمي، هيجيلك صدمه السنين، وهم يستاهلوا ان انا اقول كده الصراحه، لان هم الاثنين جم عليا قوي، هو وابوهم، لان ابوهم مقويهم قوي قوي. بصوا يا جدعان، انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي والكلام دوت. انا كنا قاعدين في البيت القديم اللي هناك، البيت القديم اللي هناك، كان العيال كلهم نايمين في اوضه واحده زي ما انتم عارفين. كنت جايبه جايبه 4 سراير، كل 2 في سرير والكلام دوت. فمره كنت نايمه برد على لولي، قاعده عيال في اوضتي وكده اهوت. جيت قايمه في وقت العصاري، دخلت الاوضه لقيت شفت محمد ابني في موقف زباله مع اخته. انا مش عاوزه اوضح، يعني في موقف مش كويس مع اخته، في علاقه بينه وبين اخته، ماشي، هي نايمه وفي علاقه بينه وبين اخته. فانا شفت الموقف ده، رحت لطمه على وشي ورحت مصحيه باباهم والمصحف يا جدعان، اقسم بالله اقسم بالله على عينيا ده حصل، ماشي، ده حصل اقسم بالله. بتقولي كده ليه يا ام زياد؟ عشان باباهم طالع بيقول عليا كلام مش كويس، بيقول لي انت بتعملي حاجات ما اعرفش ايه وكلام مش كويس. فانا لازم ارد اللي انا شفته، وكانت ما في قلب امي وساكته، ماشي. يعني المفروض انت امهم قالت لك شفت حاجه مش كويسه على العيال، تقوم تربيهم وتعاقب عيالك. خلصنا من الموضوع دوت. واحد بيعمل حاجه مش كويسه مع اخته، يعني المفروض انت تربيه، تموته، تعمله، تروح فيه في داهيه، بس تربيه. خلصنا من الموضوع ده. جينا سكننا في الشقه بتاعتي ديت، قعدنا ايام، كنت بس ساعات كتير بسمع الباب بتاع اوضه العيال بيتفتح وفي اصوات غريبه جوه، باجي افتح بلاقيه خارج من اوضه العيال بيطلع يجري ويخش اوضته. مره على مره جت هبه قالت لي يا ماما شفتي ايه؟ كنا نايمين وماما كانت نايمه، انا دخل في الاوضه بتاعتها. بتقولي يا ماما ساعات بصحى من النوم بلاقيه نايم فوق اختي ومش لابس هدومه، حاجات غريبه. ونفس الكلام زياد شفتوا ايه؟ قولي يا زياد ما تتكسفش يا بابا. هم جم بيقولوا لي عادي، انا شفت الموقف في البيت القديم وقلت خلاص احنا جينا في الشقه ديت والدنيا خلاص هديت ويا ابني اتربى والكلام ده وخلاص اوكي يا ماما وما اعرفش ايه. فدي جت قالت لي وده جه قال لي طب انا واجه ولا اقول ايه؟ اتكلمت الاب مش مصدق، الاب شايل ايده بطريقه رهيبه، يقول لي انت ازاي بتقولي كده على عيالي والكلام ده. طبعا يا جماعه انا شايله حمل عليا. اهلا بيكم. سمعتوا طبعا ام زياد بتقول ايه؟ انا شفت ياما وشويه على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى كل المنصات، عمري في حياتي ما شفت وقاحه وسفاله بالشكل دوت. عمري ما شفت ام تعري بنتها وابنها بالشكل ده. وعشان ايه؟ عشان الفلوس. شفت اللي عرت نفسها، وشفت عرت جسمها، وشفت اللي عرت جسمها اجسام عيالها، وشفت اللي فضحت جوزها واللي فضحت امها واللي اتكلمت في عرض امها وفي عرض اختها، بس مش بالطريقه ديت، مش بالاسلوب دوت. لكن تطلع بنتها بالشكل ده، اللي بنتها حالها بقى هيقف طبعا، مفيش حد هيتقدم لها ولا هيتجوزها ولا حاجه. تفضح البنت والولد بالشكل دوت، انا ما شفتش. الحكايه ان ام زياد كانت متجوزه ومعاها 5 ولاد، وبعد على حد كلام جوزها اللي طلع دافع عن نفسه، قال كنا احنا بنعمله محل، كنا ساكنين في شقة صغيرة، وهي كانت اصلا هي كل فيديوهاتها كان اسلوبها انا ما اعرفهاش. انا دخلت بعد كده لما الفضيحة دي حصلت عشان اعرف الموضوع، فشفت يعني تقريبا معظم فيديوهاتها كلها ايحاءات وكلها قلة ادب وحاجات زي كده. المهم جوزها بيقول ان هم كانوا متجوزين في شقة صغيرة، ولما حبوا يعزلوا هي عايزة ألموتان معين، يعني دولاب مطبخ، ألموتان للمطبخ بتاعها، وقالت له في واحد معين انا عايزة الراجل دوت عشان هيعمل لي تخفيض وعارفني ان انا يوتيوبر وكده. جابته، وبيقول بعد كده اتجوزته. بعد ما جابته وقالت له هعمل لك اعلان وهجيب اصحابي وكده، وراحت وقفتني على الطلاق وصممت على الطلاق وقالت لي لازم اتطلق. وبعد ما اتطلقنا على طول راحت متجوزه الشخص ده اللي عملناها الالمونتان في المطبخ. مش مشكلتنا. الولد بقى عندها ولد كبير اسمه محمد، والبنت اللي اسمها هبه الكبيره. طبعا انا مش هجيب صورهم ولا هجيب حاجة عنهم خالص، لأن رغم ان البنت والولد كل شوية يطلعوا على تيك توك وعملوا قناة. يعني بعد ما الست هانم فضحتهم كده، الولد اخد منها القناة لان هو معاه الباسورد بتاعها، والام واضح ان هي تعليمها على قده، مش فاهمة حاجة في حاجة. فاللي كان داير الدايرة كلها والقناة بتاعتها هو ابنها. فبتقول انا مش فاهمة حاجة، بس انا اتعلمت ان انا عملت قناة. هي عملت قناة جديدة وما شاء الله برضو ألوفات، لأنها بتتكلم كلام مش مظبوط. كان ليها فيديو بتقول أنا حامل، بس أنا مش عارفة الحمل دوت من طليقي ولا من جوزي.
يعني ما تعرفش ان في حاجة اسمها عدة 3 شهور؟ يعني انا مش فاهمة امال ربنا عمل العدة 3 شهور ليه؟ عشان موضوع لو في حمل. فهي بتقول لك انا حامل واللي في بطني ده مش عارفة ابني ولا ابن جوزي، ده فيديو من فيديوهاتها يعني. المهم، فابنها اخد منها القناة ورفض يديها لها بعد ما عملت فضحته وعملت الكلام ده. قعدوا مع ابوهم دلوقتي، وابوهم عمل قناة هو كمان عشان خاطر يرد عليها عشان تبقى مصدر رزقه، لان هو ارزاجي ومعهوش فلوس. فقناته اللي لسه عاملها من كام يوم بقت ما شاء الله برضو الوفات المؤلفة، وهي قناتها اللي عملتها جديدة بدل اللي اخدها منها ابنها برضو الوفات مؤلفة، علشان خاطر الفضايح اللي هو بيحصل. احنا يا جماعة في اخر العالم ولا احنا فين؟ احنا ايه اللي بيحصل ده؟ والله العظيم عارف ان هو اللي انا مش فاهمة ايه اللي بيحصل. انا مش فاهمة، دي اخر دي علامات الساعة، والله العظيم علامات الساعة. هو ايه اللي بيحصل؟ وبتقعد على التيك توك بالاربع ساعات والخمس ساعات لايفات تقطع في فروة بنتها، تقول لهم واحدة بتقول لها ما هو يعني ازاي يعني البنت مش بنوت قتلها؟ لا، ما هو بيعمل وواخد باله من غشاء البقرة. متشفاء كأنها بتتكلم على يعني لو جارتها مش هتتكلم كده، لو عدوتها مش هتتكلم عليها كده، تقول لها ما هو بيعمل ومخلي باله. يعني ايه السفالة دي؟ طول اللايف بقى وهي في اللايفات على التيك توك على بنتها وعلى ابنها مقطعة فروتهم، واصل كذا وكذا، اصل والله وتمسك لهم المصحف تحلف لهم ان هي شافت بعينيها، تحلف لهم من ايه السفالة دي؟ انتوا متخيلين اللي بيحصل؟ انتوا متخيلين الفلوس عامت الناس ازاي؟ والناس عندها بالالوفات عايزين فضايح، عايزين يعني هم مرضى، واللي بيتفرجوا عليهم مرضى كمان، يعني عايزين مكبر لها القناه قوي. يعني انا والله ما اتحملت، انا لولا ان انا عايزه اعمل الفيديو دوت اوعيكم يا جماعه ما تخلوش الفلوس تعمي عينيكم في ربنا، والواحد بيروح في لحظه في لحظه والله العظيم، وبياخد متر قماش مترين بفتة وبيسيب كل حاجة. يعني هي ممكن في لحظة وهي بتولد هي حامل من الجديد، يعني هي عندها 5 أولاد من القديم، لا وعايزة تجيب تاني وحامل من الجديد، يعني ممكن وهي بتولد تروح في لحظة وتسيب وكمية ذنوب هي واخداها معاها، وسايبة كل الفلوس بره هم اللي هياخدوها. انت اخدتي ايه؟ هو الواحد بياخد ايه غير عمله يا جماعة؟ الواحد بيروح بعمله بس فقط لا غير. اما الورث والفلوس واللي هو كنزه بيروح لهم، هم بيروحوا للورثة. اتقوا الله، اعملوا للي انتوا هتاخدوه، اللي انتوا هتاخدوه عملكم فقط لا غير، هتدفنوا بعملكم، اعملوا بيه. اعرفوا ان انت إن الحقيقه اهو مصطفى خاطر ولا مصطفى اللي لسه متوفي قريب دوت في كلمه، الموت المفاجئ، ما ماتش بسكتة قلبية، ما في فرق ما بين السكتة القلبية والموت المفاجئ، مات فوق الموت المفاجئ. يعني الواحد يبقى زي الفل وفجأة يلاقي نفسه مات. اتقوا الله. ام زيد دي لازم تقف عند حدها. على فكره في محاميه طلبت ان هي تتحاكم ورفعت عليها قضيه، وانا بساندها والله العظيم فعلا بكل شده، وفعلا لازم تتحاسب عشان تكون عبره لغيرها، عشان ما ينفعش واحده دي تساب. عارفين دي لو اتثابت هتلاقوا الستات كلها فضحت عيالها علشان خاطر تطلع ترند زيها. ما هي هيغيروا منها اللي هي طلعت ترند كده وبقى معاها فلوس، فهيبداوا هم كمان يفضحوا عيالهم، وحتى لو بالكذب. ما هي دي قدوة بقى. أم زياد بقت قدوة دلوقتي، مفيش حد بيتكلم غير عن أم زياد واللي عملته أم زياد في عيالها. والمشكلة بقى اللي الكل بقى مكبر وعارف إنها جريمة إلا هي كل شوية تطلع وتحلف بالمصحف إنه حصل.